لا، مش صعب تدخل جامعات حكوميه، هو صعب تدخل طب بشري بالتحديد. بص حبيبي، طب بعديه هندسه طبعا. الامريكان دبلومه بيدخل جامعات حكوميه، وانت فاهم دي، وانا فاهم من سؤالك ان انت فاهم. المشكله الاشاعه، الدوشه، الهيصه، انه يقول لك ما بنخشش طب. طب ما طبيعي، على طب حكومه في الثانويه العامه صعب، وفي الاي جي صعب، وفي الامريكان صعب. بس الامريكان اسهل صعوبه، وما زلت مصر هو صعب برضه، بس اسهل صعوبه، لان الامريكان اسهل سيستم تعليمي في مصر. تعال بقى ننزل شويه من الطب، انسى الطب شويه، خش على ايه؟ طب وصيدله واسنان، دول صعبين. هندسه اقل صعوبه، علاج طبيعي وبيطري اقل. خش بقى، انزل بقى، انزل معايا. ألسن، سياسه واقتصاد، اداب، تربيه، اقتصاد منزلي، علوم، كمبيوتر ساينس، ايه تاني؟ قول معايا. كليات كتيره قوي، كليات كتيره جدا، تخصصات كتيره جدا. كل ده من النجاح في الامريكان دبلومه، من النجاح الحكومه. نجاح الحكومه من كام؟ من 1100. يعني هات 1100 في الامريكان دبلومه في السات في الايست، من 1600، او في السات 1100، او في الاكت 20 سوري 20. الرقم ده يدخلك حكومه كل الكليات اللي هي بيقولوا عليها مش قمه، ولانها انا في رايي مفيش حاجه اسمها قمه والكلام الفاضي ده. دي تسميات او مسميات مجتمعيه انا معترض عليها. اذا الامريكان دبلومه زيها زي اي شهاده، كليات القمه فيها نظرا لاقبال الطلبه، مش لانها كليات قمه. انا معترض على الجمله دي. الكليات اللي عليها اكثر طلبا، لكن هي مش قمه. يعني الكليات الثانيه زي الفل. الله، هو زويل متخرج من علوم، وأكم بقى. انت خليك تخش بيزنس، تطلع احسن واحد بقى، احسن ما تخش تبقى دكتور فاشل. اختار التخصص اللي انت بتحبه، وبناء عليه مش عايزين نخرج بره الموضوع. الامريكان دبلومه فيها حكومه وكليات كتيره قوي 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 قوي، ما فيش طلبه بيدخلوها اصلا. حقوق، انا نسيت اقول حقوق. الاستاذ العظيم الله يرحمه استاذ فريد الديب، حد يطول يبقى زي الاستاذ فريد الديب، ولا تطلع قاضي. ما كفايه بقى، كفايه النظره الضيقه اللي احنا بنشتغل عليها. من كلامك احب اقول لك ان المستقبل مفتوح قدامك. الامريكان بقى اسهل طريقه لدخول باب المستقبل بتاعك. تمام يا باشا؟ رديت على سؤالك او سؤالك. انا ما بعرفش ولد ولا بنت، بس انتوا كلكم حبايبي. ابعت بقى الفيديو ده لاصحابك كلها وطمنهم. ادخل امريكان دبلومه وانت مرتاح. كنت معاك مستر ايمن تدرس.